قرر اللاعب الشاب إبراهيم الربح، أحد أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية تشيلسي، تمثيل المغرب على المستوى الدولي، رغم محاولات الاتحاد الإنجليزي لضمه إلى صفوف المنتخب الإنجليزي. ولد إبراهيم رباح سنة 2009 في لندن، وانضم إلى أكاديمية تشيلسي منذ صغره، حيث برز بموهبته الفذة في خط الوسط الهجومي. ويتميز اللاعب بمهاراته في المراوغة والتمرير والتسجيل، مما جعله يقارن بأساطير كرة القدم مثل ليونيل ميسي وآريين روبن. ووفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية، سجل اللاعب 52 هدفا وصنع 60 تمريرة حاسمة في 40 مباراة مع فريق تشيلسي تحت 16 سنة، ليصبح أحد الأسماء الواعدة في كرة القدم الإنجليزية. ورغم استدعائه سابقا للعب مع منتخب إنجلترا تحت 16 سنة، قرر إبراهيم رباح تغيير وجهته واختيار اللعب لصالح المنتخب المغربي. وشارك مؤخرا مع المنتخب المغربي تحت 17 سنة، حيث أعلن في تصريحات لراديو مارس وباللغة العربية بطلاقة عن قراره النهائي، قائلا: لعبت لإنجلترا، لكن الآن أريد تمثيل المغرب. إن شاء الله سأشارك في كأس إفريقية تحت 17 سنة، سنفوز بها ونجعل بلدنا فخورا. ويأتي هذا القرار في ظل سعي الاتحاد الإنجليزي لإقناعه بالعدول عن اختياره، لا سيما وأنه يعد من أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا. ومن المنتظر أن يواصل اللاعب تألقه مع تشيلسي، حيث سيوقع أول عقد احترافي له عند بلوغه 17 سنة.